كانت عباره عن ايه؟ ايه؟ المكالمه كانت عباره عن ايه؟ المكالمه دي كانت عباره عن المهندس رضا، واحد بيكلم قذافي، امم. بيقول له هنعمل ايه مع المهندس رضا؟ المهندس رضا هيجي من السعوديه عشان يحاسبنا، هنعمل معاه ايه؟ امم. ما اللي نديله فلوسه، لا نشوف صرفه، تمام. واحنا معناش جنيه من فلوسه، كل الفلوس بره. امم. قال له ما تقلقش، المهندس رضا خلاص تحت الارض دلوقتي. اه. قال له ازاي؟ قال له انا خلصت لك منه خلاص، ما تقلقش خالص، مفيش حاجه اسمها المهندس رضا. امم. مين سمعت الكلام ده؟ بنت حضرتك اللي هي فاطمه. امم. طبعا قامت رد الفعل طبعا، اتفاجئت بالكلام ده، قامت مصوته، امم. ودار بينهم مشاجره جامده، وابلغ والده وابلغ امن الدوله وي. الكلام ده كان قبل العيد بثلاث ايام، سنه 2000 وكام؟ 2015. تمام. كان قبل يوم حوالي يوم 19 يوم 18 الوفاه 21 21 7 كان الصبح العيد. تمام. فطبعا حتى بقى يتهرب مننا، طبعا بييجوا يصلوا معانا صلاه العيد، فين يا ابني ده في اعذار وتعبانه وي. امم. وابتدى التليفونات كل شويه تقفل، طب ايه يا ابني فين فاطمه نكلمها، دي تعبانه، دي مش عارف عند مين، عند صاحبتها. امم. وقعد بقى يتهرب مننا لحد يوم 21 7. امم. فوجئت اللي هو بيتصل بيا بمكالمه تليفونيه، كانت حوالي الساعه 4 العصر، بعد العصر مباشره. بيسالنا يا عم زكريا، مسالمه جت عند حضرتك؟ قلت له لا. دي خير؟ قال لي ده مسالمه سابت البيت ومشي. والف لي بقى قصه وهميه ما شاء الله، وخدت شنطه فلوس ايوه، هي القصه اللي وزقتني. قال لك 450 الف لا لا، كان جنيه وكده. 700 و 700 الف جنيه، امم. وكروت شحن، كروت شحن 25 الف جنيه، وعقودات ومش عارف ايه الكلام ده كله كلام وهم. هو كان قتلها ودفنها خلاص. كان قاتلها ربنا يرحمه. وترفينها اه. امم. وفوجئنا طبعا شهر تسعة، كنت انا بقى قدمت بلاغ، والاستاذ حسام والمستشار عبد الله الله يرحمه، قدمنا بلاغ وتحقيق قعد بتاع 5 ساعات، اللي تمام. هو ده موتها ومخرجها في الديب فريزر، لان الديب فريزر ده اختفى يوم الوفاه، يوم الاختفاء بتاعها. اه. نزل الساعه 10 الظهر. امم. حتى فكلمنا في النيابه رئيس النيابه، نفس المشهد ده اتكرر في المسلسل، اللي هو اه، حطها في الديب ومثل فريزر. الجريمه اه. لان هو مثله نقلها من الشقه اللي كانوا بالظبط، ساكنين فيها للشقه اللي دفن فيها رضا في ومثله بولاق. مع النيابه والامن العام تمام. ومساعد وزير الداخليه تمام. بالاعترافات. تمام. فطبعا انا كنت من اول اسبوع وانا حاسس طبعا ان هي مش على قيد الحياه. امم. ولما عرفت طبعا موضوع المهندس رضا، كنت ما لسه ما عرفتش اخواته الدكتور حكيم والشيخ عبد الناصر. 2016 لما تعرفنا على بعض بقى، بقينا نجمع الحالات المفقوده، طب اخوك ولا بقى اخوك موجود ولا بنت موجوده. امم. وفعلا كل اللي انا قلته طلع حقيقه. تمام. وجبنا بقى ادلات، والاستاذ حسام كان بيقعد باليومين، المكتب ده ما بيطفيش النور، والادله والفوسفور يوضحها لهم. كان فريق شغال عمل محامي كبير، ومحامي كبير. ومباحث. امم. شغلانه، احنا عارف انه قعد سنتين ما شغلانه اشتغلش في القضيه. اه.